بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتوب على نادي الزمالك إن يجيب مدربين مغمورين ومحدش يعرف عنهم حاجة، وكنا نبقى أول مرة نسمع عنهم وأول مرة نشوفهم وأول مرة يدربوا، ويجوا هنا الزمالك والأهلي يعملوا لكل المدربين دولت أسماء وخيالات، وإن مدربين عالميين ومدربين جامدين فشخ ومدربين حاجة أحسن مدربين في العالم. وللأسف احنا بنروح نجيب فرز ثالث وفرز رابع، ويجي في الآخر يخلع ويفلسع، لأن الأخضر بيزغلل عينه. وخلي بالكم أنا بقول لكم أهو من دلوقتي، النهارده كام؟ 11 لغاية 30 يناير إقالة جوميش من تدريب نادي الفتح السعودي. يعني شوف أنا بقول لكم أهو، زي ما حصل مع كالترون قبل كده وزي ما حصل مع باتشيكو قبل كده، كل دولت ما يهمهمش حاجة. كان يطلع من قيمة حوالي شهر كده ولا شهرين يقول لك الراجل عايز فلوس اللعيبة أهم من فلوسه، وما صبرش إن شهرين يتأخر له المبلغ بتاعه ولا الراتب بتاعه ويهرب ويفلسع عشان إن جايله فلوس أكتر منه. يا عم الفلوس دي مش هتدوم لك، اللي هيدوم لك الاسم اللي أنت هتعمله مع نادي الزمالك أو اللي أنت عملته مع نادي الزمالك. أنت مدرب على الله حكايتك، انت خدت بطولة الكونفدرالية بالصدفة، الفرقة مسكانة هنا وهناك من الفضانة، لولا الجزيري ولولا احمد حمدي انت ما كانش ليك اي وجود، لانك انت اصلا ما بتعرفش تسوق نفسك وبتسوق لاعيبتك وبتقدر تدير المباراة طول ال90 دقيقة. انا لو من مجلس الادارة والله العظيم والله العظيم لو في حد فعلا كرهه في مجلس الادارة بعد الماتش اللي فات ده كنت مشيتوه. بعد ماتش ما كسبان فرقه كحيانه 2-0 وتتعادل معاه وكان هتكسبه، وكل ده واقف على الخط نايم ومش شايف ولا دريان بحاجه. اهو جه النهارده ولا امبارح وقال لك انا ايه، خلاص طالما مضى اخضر بيسيبك ويفقر. حتى لو هو ايه يقول لك لا ده راجل بيحب الزمالك، يا ده عنده ولاء، ده بقاله شهرين ما قبضش، لا ده بيتكلم على اللعيبه. خد ايجاريه كمان وامشي، وخد كمان انسى الواد اللي اسمه مشلاك، خد مشلاك كمان معاك وروح وديه الفتح السعودي، هو بيلعب في احد، لا وديه خده معاك يا راجل. ده انت بلتنا بشويه لعيبه، ده انت ما كانش مقتنع بمحمد شحاته ولا ناصر ماهر، والله العظيم مش مقتنع بيهم. انت شفت فيه هبل اكتر من كده؟ شفت فيه واحد قليل قوي ما يقتنعش بناصر ماهر اللي النادي الاهلي هيموت عليه، اللي من ساعة ما بيلعب كل ماتش بيوجع قلب جماهير الأهلي؟ ازاي يفرطوا في لعيب زي ده وبيدعوا على موسوماني وبيدعوا على إدارة الأهلي إن هم سابوا لعيب زي ده وسابوا أحمد حمدي والتاني مش عارف قيمتهم، يطلع ناصر ماهر قدام الأهلي وهو في أحسن حالاته. ده الماتش بتاع الدوري ده لو ما كانش طلع ناصر ماهر كانت النتيجه وصلت 3 و4 و5، وقام جاي مطلع بعديه عبد الله السعيد وفضل يا نهار اسود. وتقولي لي مدرب ايه يا جدعان؟ ده مدرب والله العظيم على بابا، يعني حكايته على بابا الله. والله العظيم اي مدرب عندنا في الناشئين هنا احسن منه اقسم بالله. ولكن هنقول ايه بقى للجماهير الزمالك اللي هي العاطفيه اللي هي هتموت عشان ان هو مشي؟ يا عم هو اللي سابك مش انت اللي سبته. هو طالما شاف الاخضر بيبلبط في الميه عايز ياخد، ومش هيدوم. انا بقول لكم هي كلها كبيره شهرين في الدوري السعودي. اولا هو رايح لفرقه يعني كده كده محتله المركز الاخير. تعالوا قابلوني لو كسب ماتش، لان الدوري هناك غير، الدوري هناك لا في حكام هتفوت ولا هتجامل ولا الكلام الفاضي ده هناك كله بيذبح على السكين، ملوش دعوه. الحكم بينزل ملوش دعوه بلون الفانيلا ولا اسم النادي ولا الشيوخ اللي هناك ولا المسؤولين اللي هناك، بينزل بيدي اللي هو شايفه في الملعب. وبعدين العبقري اللي هو رايح ده بيأكد هبوطهم وهيمشوه بعد ما، انا بقول لك اهو مش هيكمل شهرين، ولو كمل
خلاص يبقى هبط الفرقه، يبقى هم مش عايزين يمشوه بقى خلاص، عشان ان هم ومحدش يقول لي اصل الاهلي مشاه واصل مش عارف مين اشتراه واصل مين مش عارف الاستقرار. هو يابا هو جاي له من اول ما خد الكونفدراليه، بس ما كانش الكلام بجد. اول ما الكلام بقى بجد سبك ومشي. هو لو بعد الكونفدراليه كان الكلام بجد وكانوا هيتعاقدوا معاه بجد كانوا خدوه ومشي. وده برضه درس لمجلس اداره الاهلي والزمالك واي فرقه بتتعاقد مع مدرب اجنبي. زي ما بياخد 3 شهور، لا انت اعمل له 10 شهور، اعمل له سنه. اعمل له شرط جزائي سنه. احنا مش هنسيبك اهو، احنا بنبين لك حسن النيه اهو، مش هنسيبك. عايز تدرب ويتعرف اسمك من خلال الاهلي والزمالك، تعالى امضي سنه شرط جزائي. ده لو طبعا في منتخب مصر. انما هنا الناس نايمه على ودانها، هنا الناس ما تعرفش الفلوس بقى بتاعتهم حلال ولا مش حلال. كل واحد يجي يقوم جاي يديله مبلغ قد كده ويعمل له شرط جزائي قد كده. طب وانا فين حقوقي؟ ما هو لو كان ماضي سنه كان يعني شرط جزائي كان سنه، والله يخاف يمشي. الا اذا بقى لو النادي التاني ملياردير هيدفع لك الفلوس دي، يعوض لك بقى الغرامات وتجيب الفلوس ديت لعيبه ويبقى عندك موارد. يبقى ده انت كده اللي بتسوق، يعني انت كده بتصرف على نفسك من خلال المدربين الاجانب واللاعيبه الاجانب. فانا بقى عايز اقول كلمه لجمهور الزمالك، ما تزعلش والله العظيم، ده ما يتزعل عليه ولا يتبكي عليه، ده ما عندوش فكره. ده كان مدرب كده. انا بقول لك اخر ماتش ده خير دليل. انت الان لعب 4 ماتشات في الدوري خسران ماتش، يعني اخر 4 ماتشات في الدوري انت خسران ماتش فيهم يعني. امال لو كملت بقى. وخلي بالك السنه اللي فاتت برضه هو اللي خلاك من الاول وقعت. جه خسر الاسماعيلي وجه خسر الجونه وجه خسر مش عارف خسر يجي 4-5 ماتشات. ده خلاك بعدت خالص بعد ما كان فرق 7 بونت بقى الفرق 17 بونت. ويقول لك ايه، لا اصل سكواد اصل اللعيبه اصل ما هم كانوا ماشيين كويس مع سوري وكان فرق 6 بونت ولا 7، يعني ماتشين وتعادلين يقرب لك من الموضوع. ماتش خساره وماتش تعادل كان يقربك من القمه يعني. فده درس بقى لجماهير الزمالك، ما تشعبطوش في حد وما تحبوش حد اكتر من الكيان، ويمشي يغور في داهيه يعني، يمشي مع السلامه، الباب يفوت مليون جمل يعني. فانتوا ما تزعلوش، بتزعلوا على ايه؟ ده انا بقول لك 4 ماتشات في الدوري وخسران منهم مباراه. الماتش اللي فات اللي هو في الكونفدراليه فرقه كحيانه بتكح دخان وكسبان 2-0 وفجاه تتعادل 2-2 وكانت هتكسبك بتغييراته اللي هي المسممه. ده تغييراته كلها مسممه لان قاعد مش فاهم. واحلى حاجه ان هو خد احمد مجدي كمان معاه، يا حلاوه والله، يا حلاوه. الاثنين قاعدين مش فاهمين بعض يعني، هو مش فاهمين حاجه ويقعدوا الاثنين يقوموا جايين باصين في البتاع ويقوموا الاثنين وما يقولوش حاجه. يرجعوا بسرعه لما يخش جون في الزمالك او يجيبوا جون يبصوا في الفيديو ولا البتاع اللي هم طلعوا لنا فيها عاملين فيه المدربين عالمين هم مش فاهمين حاجه، ويقعدوا الاثنين يبصوا بعد كده يقوموا لا بيعترضوا ولا بيحتجوا ولا بيعدلوا ولا بيصححوا حاجه. وبعدين لو احمد مجدي ضليع يعني، ده انت في التغييرات بتاعت الماتش اللي فات يا عم احمد بخبرتك بقى وان انت بقى قريب من الراجل، قول له لا التغييرات دي اقفل نص الملعب. اول ما دخل فينا الجون بين الشوطين قبل الشوط الاولاني كان يقول له اقفل بقى نص الملعب، احنا خلاص مش هنجيب اجوان تاني، نكسب 2-1 ونخلص وكنت صعدت من بدري. انما انت كده عملت نوش تاني في المجموعه بالتعادل بتاعك ده. فعلى العموم يعني جمهور الزمالك ما يزعلش، والناس دي بتحب الاخضر اكتر ما بتحبك وبتحب الاخضر اكتر ما بتحب نفسيها، وهو الخسران مش انت اللي كسبان لانك انت عندك ماتشات جايه صعبه. ولازم بقى مدرب يجي يكون الفتره دي ما تقوليش مدرب اجنبي دلوقتي لانك هتروح تجيب لي برضه زي اللي مشي ده. هات دلوقتي مدرب مصري عارف الفرقه وعارف امكانياتها وعارف لعيبتها وعارف يعني ايه الدوري المصري وعارف يعني ايه كاس مصر وعارف يعني ايه السوبر المصري وعارف يعني ايه الكونفدراليه وعارف يعني ايه نفسيات اللعيبه. يعني اهم حاجه في كل ده نفسيات اللعيبه، لان الراجل ده كان حافظ مش فاهم، عشان كده كان مبوظ الدنيا ومبوظ اوضه اللبس ويقول لك احنا ما عندناش سكواد، ويطلع في ناس ثانيه تطلع تقول لك ايه لا ده بيغزل برجل حمار. اقسم بالله ده هو اللي حمار، اقسم بالله هو اللي حمار. يعني انا احمد محمود ده يقعد ازاي؟ يعني من اول ما عمال رجعتوه ليه؟ اللي اسمه محمد عاطف ده يقعد ازاي؟ يعني انا اهو ما ده البديل بتاع زيزو، ده لو لعب ماتشين 3 هيخلي زيزو يبقى زي النار. زي ارجع بالذاكره كده لسنتين 3 لما طلع سيد نمار وطلع اسامه نبيه وطلع ما اعرفش مين وحسام عبد العيال دي لما طلعت نطقت اللعيبه اللي هو كان بن شرقي على زيزو على شيكابالا على الجزيري، خلوا اللعيبه بقى في حميه لان كل واحد خاف على مكانه. فانت لو اللي بتلعب محمد عاطف واحمد محمود وعندك جامد في محمد السيد مع كام لعيب في نص الملعب، مع سيف جعفر حتى لو هو وحش بس هتديله هيعمل قلق للناس في نص الملعب، لعبد الله السعيد والناصر ماهر وكل الرجاله دي.
انما للاسف هو ضايع، هو مش عايز حد يا راجل انت جايب 11 صفقه مش ناس هنا الا عبد الله السعيد واحمد حمدي وكان ناصر ماهر بالعافيه ومحمد شحاته بالعافيه. مش عايزين نوجع قلبنا كتير ونوجع يعني دماغنا كتير. الزمالك هو الكسبان، الزمالك هو اللي ان شاء الله يجيب مدرب مصري الفتره دي يقود، وعندك ولادك كتير ويتمنوا. بس زمان انت كنت مدي راجل الصلاحيه ده، ادي المدرب ده الصلاحيه واتفرج على الزمالك وتيم الزمالك الفتره اللي جايه. اي واحد الاهلي اي مدرب اجنبي مهما احنا ما جبناش حد اسم خالص خالص في الاهلي ولا في الزمالك ولا منتخب مصر. ما جبناش مدرب له اسم وله تاريخ قوي زي مثلا جوارديولا يورجن كلوب. طبعا ده صعب ان احنا نجيب، بس يعني في المستوى ده. فكل المدربين اللي جم للاهلي وللزمالك والمنتخب مصر، الانديه دي والمنتخبات هي اللي عملت اسماء المدربين دول، هي اللي عملت اسماء المدربين دول وهم اللي خلي بالك باتشيكو لما مشي وهرب وكارتيرون والكلام، حد بيسمع عنهم حاجه؟ موسيماني عمال يروح من هنا يهبط هنا يهبط هنا يهبط هنا، وكان عايش في ميرة يعمل كده ياخد بطوله، يقوم من النوم يتلاقي نفسه واخد بطوله، يجي ينام يقوم يتلاقي واخد بطوله. من يوم ما مشي اقسم عمال يهبط يعني اللي كانوا وز في الاهلي عمال يطلعوا على الانديه اللي بيمسكها، بيهبطها كاكو نكد. سلام عليكم.